اهلا وسهلا بحضراتكم. جالنا استفسار مهم جدا، هل يا ترى في تعويم ولا مفيش تعويم؟ ناس كتير في قطاعات مختلفة، في القطاع الصناعي، في القطاع التجاري، في القطاع الزراعي، في قطاع البنوك والمصارف. ناس كتير بتسأل، احنا عارفين ان بعد الانتخابات الرئاسية هيكون في تعويم. مين قالك انه هيكون في تعويم او مفيش تعويم؟ محدش اجزم وقدر يجزم بحاجة زي كده. ناس طلعت وقالت اصل صندوق النقد طلب التعويم. طب ما صندوق النقد طلب التعويم 3 مرات قبل كده، ومصر نفذت التعويم خلال ال3 مرات اللي فاتوا. طيب احنا شفنا ايه في ال3 مرات اللي فاتوا؟ شفنا ارتفاع في الاسعار حصل، شفنا ان في مستثمرين ما جوش استثمار في مصر زي ما كان الحكومه او البنك المركزي منتظر ان يدخل مستثمرين، وان كان في مستثمرين جم بس مش على القدر اللي كان المفترض يحصل. شفنا ان المركزي بيدخل له دولار وبدأ يزيد الاحتياطي الدولاري لغاية ما وصل ل 35.1 مليار دولار مقارنة ب 34.9 مليار دولار خلال الشهر السابق. ولكن برضو احنا في انتظار ان يوصل الاحتياطي الدولاري في البنك المركزي ل 45 او من 45 ل 48 مليار دولار. طيب النهارده عندنا ديون تقدر بحوالي من 24 ل 30 مليار خلال الربع الاخير او اللي احنا فيه دوت من 2023 لغايه شهر اكتوبر القادم من 2024. طيب النهارده الناس اللي بتجزم ان هيكون في تعويم وفي ارتفاع الاسعار، خليني بس اقول لحضراتكم حاجه بسيطه جدا، ان الحرب النهارده حرب شائعات وحرب معلومات. قد تكون المعلومه صحيحه وقد تكون المعلومه خاطئه، ولكن خلينا نقول ان اقرب الناس في اقرب المناصب اللي بتدلي بقرارات زي ديت حتى الان لا تعلم اذا كان هيكون في تعويم ولا لا. يعني النهارده احنا بنشوف ان في جشع من التجار. النهارده المعلومه قادره على انها تغير مسارات كتير. النهارده كل الاسعار اللي موجوده داخل الاسواق سواء كانت اسعار منتجات او حتى الخدمات بيتم تسعيرها على سعر الدولار في السوق الموازي او السوق السوداء. يعني النهارده محدش بيدي بسعر الدولار الرسمي. لما تيجي تكلمه طب انت ما بتسعرش ليه بالسعر الرسمي؟ يقول لك ما اصل انا ما باخدش اصلا دولار بالسعر الرسمي، انا بروح بشتريه من بره. طب خليني اقول لك بس على حاجه بسيطه كده، ان في بعض التجار، ومش هنقول في اي مجال، في صناعات او في المجال الزراعي او في اي مجال من المجالات، ولكن خلينا نقول ان بيتم ان هم بياخدوا الحصه بتاعتهم عشان الاستيراد من داخل البنك المركزي بالاسعار الرسميه. يعني بياخد الدولار على 30 جنيه طبعا 95 قرش، ويعمل العمليه الاستيراديه بتاعته ويدخل الشحنات بتاعته، وبعد ما بيصنع بيتم التسعير البيع على السعر في السوق الموازي. طب ما انت خدته بالسعر الرسمي، داخل تبيع ليه بسعر السوق السوداء اللي النهارده واصل ما بين 48 و52 جنيه علشان خاطر تيجي تاخد حصه ثانيه منها؟ خلينا برضو نقول ان في ناس في اقتصاد كتير جدا من التجار برضو او المستوردين او الصناع او اي مجال، الناس دي حققت مكاسب خياليه وصلت لمليارات، وفي ناس تانية برضو خزنت الدولار على اساس ان هو مستنيينه يوصل يعني ما بين ال60 او ال70. طيب النهارده اللي اشترى الدولار ب35 وباعه النهارده ب50 وكان معاه 20 ولا 30 ولا 100 الف دولار، مش هتكلم على الناس اللي معاها مليارات عشان دول في حته تانية، ولكن هتكلم عن الناس اللي النهارده بتلم الورقه ام 100 وورقه ام 200 عشان يعملوا منهم 1000 دولار او 10 او 20 او 50 حتى. المكاسب بتاعتك وصلت لكام؟ لما هيوصل لغايه 60 جنيه، في مقابل ان انت النهارده لما تروح تشتري منتج من المنتجات هو كمان بيعلى وهيعلى وهيفضل يعلى. طيب النهارده هل النهارده الدوله هتبقى مبسوطه او الحكومه او البنك المركزي علشان خاطر يعوم الجنيه مره رابعه ويحصل النهارده انفلات في الاسعار مره تانية اللي احنا شفناه في خلال ال3 مرات اللي فاتت والناس كلها النهارده بتعاني منه؟ محتذي الدولار واللي خدوه خزنوه، والناس اللي اصلا ما بتعرفش تجيبه وما بتعرفش كمان تخزنه وتحطه في بيوتها. بس النهارده لما حصل ارتفاع الاسعار حصل على الناس كلها، والنهارده الناس كلها بتعاني من ارتفاع الاسعار. لازم نعالج الموضوع دوت، ان كل اللي معاه دولار يبتدي يتخلى عنه للجهاز المصرفي ويحطه في قنوات الرسميه. ده طبعا على حسب انت عايز تعمل الكلام ده او مش عاوز تحقق الكلام دوت وتحقق مكاسب لنفسك. احنا مش هنقدر نقول لحد اعمل ايه وما تعملش ايه، ولكن احنا بنقول الخريطه ماشيه ازاي. الناس اللي خايفه من التعويم
او الناس اللي عايزه التعويم عشان يحصل مره تانية ان الدولار النهارده في الجهاز الرسمي يوصل من 30.95، وزي ما وكالات التصنيف العالميه اشارت قبل كده او بعض البنوك العالميه والدوليه اللي اشارت ان السعر الرسمي للدولار ممكن يرتفع من 30.95 ويوصل ل 37 او 38 جنيه. طب ما النهارده لما النهارده في السعر الرسمي في البنوك اللي هو او الجهاز المصرفي من 30.95 واحنا شايفين في السعر الدولار في السوق الموازي وصل ل 52 جنيه ولمس 53 جنيه تمام كمان في بعض الاوقات. النهارده لما يبقى في 37 جنيه او 38 جنيه كسعر رسمي، احنا كده متوقعين ان هو يوصل 60 جنيه وممكن الناس زي ما هي متوقعه انه يوصل 70 جنيه. هل يا ترى بقى الحكومه هتوافق على ان الكلام ده يحصل؟ لا، في حاجات كتير جدا في الفتره القادمه احنا اتكلمنا عليها قبل كده. عندنا البريكس وفعالياته اللي هتتم، عندنا برنامج الطروحات اللي بيتم تفعيله دلوقتي وهيتم، عندنا صناديق سياديه زي الصناديق السياديه الخليجيه زي صندوق السيادي السعودي والقطري والصندوق السيادي الاماراتي، والصناديق ديت داخله باستثمارات كويسه جدا. خليني برضه اقول لك معلومه ان النهارده الصين وروسيا داخلين باستثمارات جامده جدا وخصوصا في منطقه قناه السويس، المنطقه اللوجستيه يعني، وعاوزين استثمارات وحق انتفاع لبعض المناطق الاقتصاديه اللي موجوده داخل قناه السويس علشان يعملوا استثمارات تمتد من 15 ل 25 سنه، واستثمارات ديت هتوصل ل 400 مليون دولار تمام كاستثمار في مشروع واحد بس. غير ان النهارده في كمان كلام بيتقال الله اعلم من مدى صحته، احنا لسه لغايه النهارده ما طلعناش عليه، بس الكلام جاي بقوه جدا ان النهارده في عوده للودائع القطريه اللي قد تصل الى 4 مليار دولار داخل البنك المركزي، وهيتم الكلام دوت على دفعتين، يعني هيجوا 2 مليار في 2 مليار. دول طبعا هيسندوا ظهر الجهاز المصرفي ويسندوا ظهر الجهاز المركزي البنك المركزي في برضه حته ان هو يتم سداد المديونات الفترة القادمة، وكمان ممكن يدعم الإفراج عن البضائع المكدسة الموجودة داخل المواني ويتم الإفراج عنها. احنا عندنا تفاؤل كويس جدا وعندنا رؤية مستقبلية يعني مختلفة عن الفترة السابقة ان هيحصل انفراجه اقتصاديه قادمه وهيقل سعر الدولار في السوق الموازي الى ان تختفي تماما. وعلى فكره ده هيأثر على سعر الذهب، لان زي ما احنا قلنا قبل كده سعر الذهب مرتبط بسعر الدولار وبيتم التسعير على سعر الدولار في السوق الموازي، وكل انخفاض هيحصل في سعر الدولار في السوق الموازي هيتبعه انخفاض في اسعار الذهب خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، وربنا ان شاء الله تعالى يعدي الايام دي على خير. شكرا جزيلا، كان معاكم الخبير المصرفي وليد عادل.